شعب حتكون ايد واحدة لحد ما تقوم. الإعلام ودوره في بناء الشخصية وفي تكوين الوعي، أكيد من خلال شباب واعد في الإعلام لديه أدواته، لديه أفكاره، بالطبع من خلال حضور أيضا ملتقيات دولية على مستوى كبير. من خلال هذه الملتقيات التأثير والتأثر، الاحتكاك، تتولد الأفكار. ودعونا نتعرف على أفكار الشباب العائد من الملتقى العربي أو ملتقى الإعلام العربي في دورته الثامنة. برحب بأمنية رشاد، مذيعة براديو بكرة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وإبراهيم أبو هيف، موقع صحفي دلتا اليوم. أهلا بكم. أولا الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. أكيد حضور ملتقيات زي كده مهم جدا، ولكن قبل حضور الملتقيات أمنية، من خلال رؤية تكونت من التخصص أيضا من الممارسة، ايه اللي بيضيفه التخصص مع الممارسة لكونك إعلامية؟ أكيد طبعا بيضيف إثقال في الموهبة. أي إعلامي المفروض يكون عنده موهبة قبل ما يبدأ إن هو يخوض في مجال العمل الإعلامي. الدراسة بتثقلني بإن أنا إزاي أقدر أرتب أفكاري بطريقة معينة متميزة إلى حد ما، إزاي أقدر أوصل للهدف بتاعي بسرعة. بحط البوينتس، الأهداف بتاعتي 1 2 3، وإن أنا أقدر أوصل لها. فبالتالي الدراسة مع المجال العملي بتثقل ده بشكل جاد جدا، تخليني أوصل لأهدافي بسرعة هائلة. أمنية حطت إيديها على نقطة مهمة جدا، وهي الموهبة. يعني الإعلامي بالأصل موهوب. تمام. تأتي الدراسة لتثقل هذه الموهبة وتثقل هذه الهواية. في جزء من الإعلام لابد أن تكون فيه دراسة، ولكن خلونا نتعرف أكثر على طموحات هؤلاء الشباب من الإعلاميين. إبراهيم، وإحنا بنتكلم عن الصحافة، يعني في الفترة اللي فاتت إزاي مارست الصحافة؟ زي مارست الصحافة، أنا طالب إعلام آداب المنصورة في الفرقة الرابعة السنة دي. مارست الصحافة من أولى كلية، من خلال صحافة إقليمية؟ لا، صحافة إلكترونية. في الأول جريدة الأهالي والبديل والوفد، لكن لقينا المعترك هيبقى صعب. تجاوزت الإقليم. المعترك هيبقى صعب جدا. فحاولنا إن احنا نعمل حاجة لنفسنا، فجمعنا الشباب، عملنا من خلاله موقع دلتا اليوم الإلكتروني، جمعنا فيه جميع المواهب الشابة، موقع خاص بينا احنا كشباب، نقدر بيه نثقل بيه أفكارنا ونثقل بيه مواهبنا، ونقدر بيه نعبر بيه عن نفسنا. خدنا جزء خاص اللي هو جزء الإقليم، جزء الدلتا. الصحف القاهره واسكندريه، صحف مختصه بالقاهره واسكندريه بعيده عن الاضواء خالص. فدلتا اليوم خاص باقليم الدلتا لابراز المواهب اللي فيه، ابراز سلبياته ومشاكله. فالحمد لله كل المواهب الشابه اللي موجوده في الدلتا موجوده معانا، شغالين على 5 محافظات، وبدانا ننشط. فبالتالي لما بدا النجاح بتاعنا يزداد، الملتقى الاعلامي العربي دعانا نقدر ندور على المواهب هناك. لقيت دور، والدور له مردود، وده مهم جدا. أمنية، خلينا أمنية نقول الترتيبات لاختيار أو لحضور ملتقى الإعلام العربي في دورته الثامنة. كيف تم الاختيار؟ كيف تم الترشيح؟ في البداية احنا عرفنا، لأن احنا كنا طلبة بنشارك من خلال الملتقى الإعلامي للشباب في جامعة القاهرة. كان 3 دورات، 3 سنين، بدأ من 2008. كنا بنشارك فيه، خدنا شهادات مشاركة بأن احنا كنا أعضاء فعالين في الملتقيات دي. بعد كده عرفنا من خلال الإنترنت، أو تحديدا موقع الفيسبوك، من خلال أستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي بالملتقى الثامن للشباب بالكويت. ابتدينا نقدم الاستمارة ان احنا نشارك في الملتقى. قدمنا السي في بتاعتنا، شهادات الخبرة، كل واحد على حسب ما كان بيتدرب في جورنان او بيشتغل فيه، شهادات الكورسات اللي معانا سواء في الكمبيوتر او اللغات. وحصل تصفيات لحد ما اختاروا 50 شاب على مستوى الوطن العربي. الحمد لله ان احنا رحنا. بالنسبة لإبراهيم، كيف تم الاختيار؟ تم الاختيار زي ما قالت أمنية بالظبط، تم اختيار 13 شاب من مصر.
من ضمن كنت متتبع ملتقى الاعلام العربي ملتقى الإعلام في دورته اللي فاتت؟ الدوراته اللي فاتت انا حضرت الملتقى الاعلامي عقد في دوره من دوراته هنا في القاهره، في القاهره الثالث يوم 24 و 25 فبراير 2010 في جامعه القاهره في قاعه المؤتمرات الكبرى. ده كان بدايه احتكاكنا بالملتقى، بدانا من خلاله نتابع الاخبار بتاعته، بدانا عرفنا كان في الملتقى السابع السنه اللي فاتت في الكويت، ما وفقناش ربنا ان احنا نكون متواجدين فيه، لكن ربنا وفقنا السنه دي نكون موجودين في الملتقى الاعلامي العربي. فتحوا حاجه جديده في الملتقى الاعلامي العربي، ان هم اتاحوا الفرصه للشباب. كان السنين اللي فاتت بيتيحوا الفرصه للقيادات انها تحضر الملتقيات اللي في قيادات اعلاميه مفكرين لكن السنه دي هيئه الملتقى الاعلامي العربي عملت ملتقى حوار الشباب، جمعوا 50 شاب من اعلاميين الشباب على مستوى العالم العربي، تبادلنا الافكار هناك. كانت ملتقى حوار الشباب كان اكثر من رائع. كان الجلسات المحاور يعني كان ايه اللي واضح فيها قوي؟ ايه الصوت اللي المفترض يوصل من خلالها ايه؟ اول يوم افردنا له 3 جلسات، كان بادئ من 9 صباحا حتى 6 مساء. كان 3 جلسات مخصصه للشباب عن اعلام الشباب، الاعلام وثورات الشباب، واخر جلسه ماذا يريد الشباب. كانت مخصصه بالكامل لسماع الشباب، رؤاهم، افكارهم، مقترحاتهم، ايه اللي بيتمنوه، ايه اللي قاموا بيه في الثورات العربيه الحديثه، ايه اللي حابين ان هم يتبنوه او الاعلام يتبناه من رؤى وافكار مستقبليه. فدي كانت فرصه جيده جدا ان كل واحد فينا يعبر. التداخل، الاحتكاك، احتكينا بثقافات، المداخلات اللي حاصله. يعني شفتي الجو شكله ايه؟ شفتي الشباب العربي او شباب الاعلام العربي شكله ايه؟ الشباب هناك كانوا متميزين بجد للغايه، كل حد عارف وواعي. يعني مثلا لو اتكلمنا هنا عن الثوره بتاعتنا في ثوره 25 يناير، كانت المحور الرئيسي بامانه في ال3 جلسات يعني اتفرد لها جزء كبير ان احنا نتكلم عنها. اتكلمنا على التغطيه الاعلاميه للثورات سواء في تونس او في مصر وما يحدث في ليبيا. الشباب واعي ومدرك جدا لكل الثورات اللي بتحصل دي، والتغطيه الاعلاميه يعرف ما يجب ان يقدم بحياديه، وما تم تقديمه بشيء لا يمت للحياديه بصله، زي ما حصل في بعض القنوات لما اجروا شباب ويقولوا ان احنا متدربين او حاجات زي كده. الشباب نفسهم كانوا واعيين وعارفين بده، ابتدوا ان هم يطالبوا بتفعيل فكره شاهد العيان في الثورات او في الاحداث كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات، لان في بعض الاحيان عشان ما نخشش في الانحيازات وتأليف المواقف الامور المغلوطه. ما هو قالوا بقى في الشاهد العيان لازم ان هو يبقى فيه الى حد ما يستند لادله صور او يقدر ينقل بث مباشر بالفيديو، مش استند لكلام شاهد عيان وبس. وبعدين خلي بالك في حاجه ما يسمى باسمه بحارس البوابه. مش كل ما يقولوا شاهد العيان صدق وكل ما يقولوا شاهد العيان كذب. في حاجه اسمها حارس البوابه. حارس البوابه بيفلتر الكلام بتاع، لان في بتبقى شاهد العيان ممكن يزود حاجات من عنده، فمش كل ما هو على فكره الشخص الانسان مفطور على انه دايما ينقل الحاجه بوجهه نظره. تمام. يعني هي حتى يقول لك الموضوع الخبر يبدا كده على بال ما يوصل رقم 1000 يكون الخبر بقى كده، يعني كبر. يعني كبر ازاي؟ ده كل واحد بطبيعته الشخصيه عايز يحس بينقل خبر بشكله هو. دي المشكله هنا. لكن ما اثروه هناك ان شاهد العيان تم استخدامه في بعض المناطق اللي رفضوا فيها دخول الاعلاميين، زي مصراتة وما يحدث في ليبيا وما حدث في مصر من بعض دخول الاعلاميين، منع دخول الاعلاميين في ميدان التحرير. فبدا استخدام شباب الثوره او الشباب اللي موجود في التحرير من انه ينقل الصوره اللي موجوده في التحرير. فشاهد العيان له بعض الاستثناءات، اما في الغالب كلامه ممكن يبقى على مكيالين، يا اما صدق يا اما كذب، مش كله صدق ومش كله كذب. كمان في خلال الملتقى ده بالنسبه لرؤى الشباب او الكلام والحاجات اللي طلبناها واقترحناها، كان مشكور السيد ماضي الخميس ان اتاح لنا الفرصه ان احنا نتكلم زي ما احنا عايزين. ما كانش بامانه في سقف لان احنا نتكلم، كله بيتكلم بحريه عاليه جدا. في بعض من المقترحات اللي قلناها بيحاولوا ياخدوها جاهدين كتوصيات في الملتقى. كنا اقترحنا ان يتم تفعيل البرامج الثقافيه اكتر، وان يبقى ليها نسبه يعني اعلى. البرامج الثقافيه على مستوى الاعلام
ضعيفة. مش متاح ليها فرصه بالظبط. كبيره. انا اتكلمت في النقطه دي مع استاذ بركات الوقيان هناك في احدى الجلسات، كانت ده على الجلسه مستوى المحيط العربي ككل. اتكلمنا فيها في الجلسه الثالثه، واقترحت ان احنا نهتم بالبرامج الثقافيه البناءه مش البرامج الهدامه. يعني احنا بنلاحظ في الفتره الاخيره ان برامج المسابقات بقت بشكل كبير زياده جدا وكبير جدا، يعني فكر الشباب. ميزانيتها ضخمه لدرجه كبيره جدا، وده على حساب ايه؟ على حساب فكر وثقافه. يعني في كتير مننا، يعني انا لما اهتم ببرنامج يقدم معلومه عن كتاب، عن كاتب، جميل يكون عندنا برامج ترفيه، جميل يكون عندنا برامج ولكن تقدم لي معلومه، مسابقات، ولكن ده جزء من منظومه كامله، ما يكونش هو ده الاستثناء. يعني ما يكونش ده القاعده، واي حاجه تيجي برنامج يؤكد على حاجات قيمه في حياتنا يبقى هو الاستثناء. بالظبط. ان هي تقدم لي معلومه. انا ممكن اخد برنامج ترفيهي او خفيف يقدم لي معلومه عن كاتب، معلومه عن شاعر، عن حدث، يعني او تجديني يعني في سياق البرنامج اللي هو مرغوب جماهيريا، يعني اقدر احط اللي انا عايز اوصله بشكل فيه اخلاص وسلامه نيه. يعني ما هو في بسوء نيه بتتحط او يوضع السم في العسل، لا احنا مش عايزين كده. اقول لحضرتك على حاجه، اي مجتمع يعني دلوقتي هنقدر هنبني مصر جديده، فلازم نبني، يا رب نبني مصر جديده اكيد حقيقي، وعايزين اكيد هنبني مصر جديده حقيقيه. يعني حضرتك لو شفت فكر الشباب احنا لما كنا بنتكلم او الشباب العربي كله هيقدر يبني، بس محتاجين قنوات تسمعنا. اكيد هنبني، لكن عشان ابني لازم حاجتين، لازم اغير السلوك، ولازم ان انا اغير ابني ثقافه، اعمل ثقافه للمجتمع. لو ما عملتش، ما قدرتش انمي ثقافه الوعي لدى الطفل وهو صغير، فمش هقدر ابني المستقبل. طبعا لازم كده بتقول لازم مدرس الابتدائي ده يوازي استاذ الجامعه. يعني كلام ابراهيم كلام يعني له دلاله كبيره جدا، لان واحنا بنتكلم عن الاعلام، بنتكلم عن المدرسه، بنتكلم عن البيت، بنتكلم على مدرس الابتدائي مهم جدا جدا. سيكولوجيه التعليم في مصر لازم وتعاد صياغه هذه العلاقه مره اخرى. سيكولوجيه التعليم في مصر لازم تبتدي من الحضانه مش من الابتدائي. لازم اقدر ابني اوعي الفرد بمهامه في المجتمع. ادام قدرت اوعيه خلاص يبقى انا بنيت ابدا ابني مصر من هنا. ان شاء الله قدامنا ال5 سنين القادمه في مصر هيبقى شكل ثاني ان شاء الله. طب انا عايز سريعا بقى، لاني طبعا احنا لدينا شباب اعلاميين راجعين من الكويت، راجعين من ملتقى الاعلام العربي في دورته او نسخته الجديده اللي عقدت مؤخرا بالكويت. خلينا نقول رجعتوا وانتوا ناويين على ايه؟ احنا في فكره فكرنا فيها، اقترحت علينا زميلتنا الاستاذه نرمين فوده، كانت مشاركه معانا في الملتقى، بان احنا رجعتنا النهارده نرمين. فاحنا كنا اقترحنا اول ما رجعنا مبسوطه اصلا من الملتقى، ويبدو ان بصراحه كانت حاجه مشرفه جدا ايجابيه. كنا 13 شاب اكثر من رائع، وزملائنا كلهم بشهادات الموجودين والاساتذه والمحاضرين نفسهم قالوا ان انتوا سبتوا بصمه واثر. كانت اي جلسه فعلا بتلف وتدور ان هي ترجع لمصر. فاحنا كنا عملنا فكره جروب بسيط على الفيسبوك ان احنا نشتغل فيه كمراسلين اخباريين. تمام. فاحنا كنا عايزين نطور الفكره دي بان هو يبقى موقع اخباري، كل واحد فينا يشتغل مراسل في بلده. احنا ابتدينا نعملها بشكل بسيط كده، ان كل واحد يجيب الاخبار اللي بيعملها وينزلها على الجروب اللي على الفيسبوك ده. بس احنا مستنيين استاذه نرمين بنؤكد عليها، لان برضه يعني ده جزء مهم ان يكون الذي يمتهن العمل الاعلامي يبقى عنده رؤيه ابداعيه، رؤيه خلاقه. بالظبط كده. فهي فعلا عملت الجروب واقترحناه وابتدينا ان احنا ننزل الاخبار فيه. بس احنا نتمنى يبقى فيه يعني اهتمام اكبر ان احنا نعمل الموقع بشكل موسع. نفسنا يبقى فيه ويب تي في، نبتدي نراسل نسميه يعني مثلا تلفزيون الشباب العربي، او يبقى عندنا قناه في المستقبل تتكلم عن الشباب العربي دي مش موجوده، او مجله ورقيه نبتدي نناقش فيها قضايا الاعلام، ايه اللي احنا حابين نعمله. ده تبقى اجنده كبيره، بس يعني اجنده بالنيه الحسنه او بحسن النيه، يعني مش يعني خطط مستقبليه. هو البسيط اللي في ايدينا دلوقتي زي ما استاذه نرمين بتشجعنا او ان احنا نعمل، ان احنا نركز على فكره الموقع الالكتروني ده، ان احنا نشتغل فيه كمراسلين. وجميل انكم تنحازوا الانحاز احيانا بيبقى جميل ومطلوب، انكم تنحازوا للقيمه والمبدا. في حاجه اخيره اتمناها سريعا عشان يبقى في فرصه لتدريب كوادر اكتر شبابيه، سواء في مجال العلوم الالكترونيه او اللغات، لان بدون لغات وبدون ما اخد كورسات في الكمبيوتر مش هقدر اتقدم. فلازم يبقى في جهه مسؤوله ان هي تعمل لنا ده. انا سعيد بيكم جدا. سعادتنا بعد اذنك في ثانيتين بالظبط. احب
اشكر زمايلنا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي الجزائر وفي تونس، لانهم بجد والاردن انا فوجئت بيهم انا نقول على سبيل الحصر عشان ما على سبيل المثال عفوا، على سبيل المثال عشان لان انا فوجئت لان فوجئت بفكرهم تمام. حتى زمايلنا في البحرين ما يحدث البحرين احنا عرفنا الحياه كامله هناك من خلالهم، فبجد احنا بنشكرهم لان ولنا الشرف طبعا ان احنا تتعرفنا عليهم. شكرا. انا بشكر ابراهيم واشكر امنيه، وان شاء الله يعني زي ما بيقولوا حتى لو كان لدى البعض الخبره فيحتاج دائما الى ثورة الشباب في كل شيء. بشكركم. شكرا. ما زلنا نتواصل معكم في إطار هذا الموضوع، نلتقي بعد قليل.